هل فعلا انه عرض انه يباع عقد احمد الفريدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم المشاهدين. اهلا وسهلا. طبعا هو هذا الشيء لم يطرح، لكن ممكن يكون وسيله اذا كان هناك حل لديون النادي ومصلحه النادي تفترض علينا انه والله يباع عقد لاعب، واذا كنت منهم انا فهذا شيء يعني ممكن يحصل. طب خلينا نقول انك انت طرحت الفكره. انا ذكرت لك انه والله اذا الشيء هذا يعني يخرج النادي من هذه الازمه ويكون في مصلحه النادي انا مستعد. طيب احمد، حدثني عن لاعبي الاتحاد. الازمه واضحه من الخارج، لكن من الداخل هي مؤثره عليكم كفريق؟ الازمه الماليه بكل تاكيد هي مؤثره من قبل بدايه الموسم، من الاعداد ما كان اعداد بالشكل الممتاز. تاخر في الرواتب، ملعب كان بدايه سيء. اعداد الفريق من ناحيه المباريات الوديه كانت ضعيفه جدا. لكن نقول الشباب فيهم الخير والبركه، والله يوفقنا. طيب احمد، يمكن تكملون الدوري بدون لاعبين اجانب، بالنسبه لكم هذا شيء مزعج؟ طبعا شيء اكيد، لانه انت حتقابل فرق كبيره في الدوري السعودي، حتقابل فرق معظمها مشاركه باللاعبين الاجانب الاربعه، اكيد حيسبب صعوبات لنادي الاتحاد وايضا في البطولات الخارجيه. جمهور الفريق كابتن الان يعني يقوم بحمله لجمع الاموال التي ستساعد الفريق لتسجيل لاعبين اجانب. وصلتكم هذه الحمله كلاعبين، كيف اثرت عليكم؟ والله جمهور الاتحاد جمهور وفي، جمهور محب لناديه. الكل صراحه يبحث على ان نخرج من هذه الازمه في النادي. جماهير تحاول، اداره تحاول، لاعبين يحاولون، اعضاء الشرف مبعدون، لكن يعني نشكرهم على هذه المبادرة الطيبة. في ظنك أنت وش الحل للخروج من هذه الأزمة؟ والله الحل موجود، لكن يعني يبغى له بعض التضحيات شوية. أنا بوجهة نظري إنه الإدارة يجب عليها إنها تيسر الأمور المادية وقدر المستطاع، وهي حاولت صراحة، لكن هذه إمكانياتها. نعم. أعضاء الشرف يعني ممكن يحلوا أزمة كبيرة من الشيء اللي احنا موجودين فيه. أيضا عقد الرعاية لابد أنه يكون مجدي، يستطيع من خلاله النادي أنه يحل كثير من ديون النادي. نعم، أرجو التوفيق لك وللاتحاد، ويرجع الاتحاد قوة وأقوى. شكرا.